السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أصدقائي الحبايب أنا هتكلم في عجالة عن أول براد في العالم، وهو بفوهة مميزة. ده طبعا ما كانش الشاي للشاي، لأن الشاي وقتها لم يكتشفوه بعد. كان قدماء المصريين يستعملونه لتسخين الماء أو غلي الأعشاب، ثم صبها ساخنة في أكواب للشرب. واللي يحير واللي يخلي الواحد يتجن جنونه ان في بنة لحام في وقت ما كانتش فيه البشرية اكتشفت بنة اللحام. ازاي وصلوا للفراعنة بهذا الاتقان وهذا العمل؟ وما وصلوا له لم نصل له الا بعد مئات السنين، بل الى الاف السنين. وهذا البراد الذي امامكم هو من الفضة الخالصة من مدينة تانيس في الوجه البحري المصري، عمره أكتر من 3000 عام. بارك الله في مصر وشعب مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أصدقائي الحبايب أنا هتكلم في عجالة عن أول براد في العالم، وهو بفوهة مميزة. ده طبعا ما كانش الشاي للشاي، لأن الشاي وقتها لم يكتشفوه بعد. كان قدماء المصريين